إنجاز عربي تاريخي في كرة القدم وفي لعبة جماعية يتحقق في الأولمبياد دكتور، ولكن هذه المرة الإنجاز ذهب للمغرب بعد مجهودات كبيرة بالنسبة للمنتخب المصري وكذلك بالنسبة للمنتخب المغربي، لكن النتيجة كانت قاسية على مصر. ألف مبروك للمغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. لأول مرة من تاريخ الأولمبياد من 1896 من دويك برتان تأسس لغاية اليوم ما في ولا لعبة جماعية للدول العربية إلا في الكرة الشاطئية اللي هم لاعبين قطريين في الدور السابقة فقط. أما سلة طارة اليد قدم ولا لعبة، فبالتالي هي أول ميدالية برونزية للعرب، فأعتقد المغرب استحقوا. وهذا اللي نحن شاهدناه اليوم، الفكر الاحترافي للاعب المغربي اللي شاهدناه، خاصة نحن في طوال البطولة كانوا ممكن يوصلون المباراة النهائية في حتى مباراة اسبانيا. صحيح. فكان يستحق، اعتقد المغرب يستحقون يكونوا في هذا المكان. وهذا اللي اليوم الفروقات الفردية بين المحترف اللاعب المغربي واللاعب المصري اللي هو اللاعب المحلي، هي الفرق بين الاحتراف المحلي والاحتراف الخارجي. اليوم عقلية اللاعبين بعد خروجهم من دور الأربعة، شوف العقلية كيف للاعبين المغرب، واليوم كيف انهيار تام للفريق المصري. فأنا أعتقد المغرب استحقوا فوزهم في مباراة اليوم. هي عقلية ولا هي إمكانيات؟ عقلية وإمكانيات دكتور، لأن شاهدنا المنتخب المصري بدأ يعني بداية كانت نوعا ما من ناحية الأداء غير جيدة، لكن تصاعد الرتم، لعب مباراة كبيرة أمام المنتخب الفرنسي، كان قريب جدا أنه يتواجد في النهائي حتى. صحيح كابتن، كان لاعبين المغرب دائما هم اللي يلعبون. اللاعبين المصريين تلقى كل 3 أيام مباراة، حتى الحمل المباريات ما عندهم، لأن في بعض اللاعبين المصريين ما يلعبون في الدوري المصري كذلك. فبالتالي كان الفريق المغربي هو الأفضل طوال الدورة. حتى يعني لو سيرة الفريق المصري من أول مباراة ما كان فريق جيد كابتن سليم، والمباراة الثانية ما كانوا إلا المباراة اسبانيا. بس أنا أعتقد أن الفريق المغربي يستحق يكون في هذا المكان. ما في شك. نجدد لهم المباركة. وسفيان هو نجم، سفيان آسيوي بصراحة هو الأفضل لاعب في آسيا أعتقد، والآن حتى في الأولمبياد هو الأفضل. صحيح، هداف كل اسم سفيان جيد، سفيان البخاري وسفيان ما في شك واحد من أبرز النجوم والأسماء من خلال هذه البطولة سفيان رحيمي. إذا لم يكن النجم الأول في هذه البطولة، هو الهداف الأول في هذه النسخة الاستثنائية بالنسبة للعرب. كابتن رضا، ب8 أهداف أنك تحضر بهذا العدد وبهذا الكم وبهذه الشخصية وبهذه الكاريزما من خلال هذا المحفل العالمي الكبير، أمر مستحق لسفيان بعد ما قدم في آسيا، ذهب للأولمبياد بهذه النجاحات الكبيرة. أعتقد سفيان بيقدم موسم استثنائي ومكمل عليه. احنا كنا بنتكلم على سفيان، كان بيظهر في المباريات المهمة في العين، كان بيقود العين في توقيت لابا مصاب وعلى الدكة، كان موجود ولابا جاهز وموجود على الدكة، والمباريات الحاسمة كان بيحسمها سفيان رحيم. اليوم لما تعمل مقارنة زي ما الدكتور موسى بيقول على بين المنتخبين، طبعا أنا عارف إن هي ليلة حزينة على الجماهير المصرية النهاردة بخسارة 6-0 قدام المغرب. دي يمكن أول مرة يخسروا بالنتيجة ديت على مستوى الأولمبي أو مستوى الناشئين والكلام ده، لكن أنا ببص إن المغرب للأسف لما تراجع يعني سجل المنتخب المصري خاصة في اللعب على الميدالية البرونزية، النتائج تكون كبيرة جدا. يعني في نسخة 28 المنتخب المصري خسر من إيطاليا 11-3. أتكلم عن مباراتهم مع المغرب يعني في 64. صحيح. كذلك المنتخب المصري خسر 3-1 أمام ألمانيا الشرقية. لعنة لعنة البرونزية نعم. تطارد المنتخب المصري. المنتخب المصري لم يقدم المستوى المطلوب. أعتقد السيناريو اللي عمله المغرب مع العراق هو اللي عمله مع منتخب مصر. خطف المباراة بدري، يمكن منتخب العراق خلص المباراة في 20 دقيقة وريح الشوط الثاني وحقق الهدف وخلاص الموضوع انتهى. ليش خسرت مصر بهذه النتيجة الكبيرة؟ لما تيجي تشوف في لعيبة مصر مفيش تركيز، اللعيبة بيلعبوا بعشوائية. الحاجة الثانية بعد 10 دقايق إصابة زيزو يعتبر العقل المفكر، غياب عمر فايد. أنت بتتكلم على مجموعة من اللعيبة أدوات. لازم نقول إن ميكالي ده كان رافعينه للسما زي ما بيقولوا، كانوا بيقولوا المدرب ده مرشح لقيادة منتخب مصر أول ما كان حسام حسن. طبعا ميكالي ما عندوش، نتكلم على النواحي الفنية، ميكالي قاد منتخب البرازيل لذهبية ريو، وبالتالي هو عنده السيرة الذاتية بتاعته ممتازة. لما تشوف مباراة اليوم
انهيار في جميع الخطوط، خط الدفاع منهار، الوسط ما فيش، الهجوم طيب عقيم. ليش ما تحمل اللاعبين هذه المسؤولية؟ المستوى البدني زي ما الدكتور موسى قال، المستوى البدني انهار بعد ضياع فرصة الصعود للمباراة النهائية. المنتخب المغربي يستحق الفوز. إذن هي مشكلة ذهنية في المقام الأول. بالمقام الأول وبدنية كمان، هم مش متحملين الضغوط على إنه يلعب مباريات في توقيت قريب وبالمستوى ده. أنت بتتكلم على أحمال. أحمد زيزو مشاركته كانت مجازفة من المدرب؟ أحمد زيزو اشتكى قبل كده بالعضلة الضمة والنهاردة العضلة الخلفية، لكن زيزو اللي بيصر يكمل. هم لعبوا مباراة وحيدة في اسبانيا، وبعد كده مستوى كويس قدام فرنسا، لكن خلاف كده جميع مباريات منتخب مصر غير مقنعة. مساء الخير زميلي محمد، مساء الخير لكل الزملاء الموجودين معك في الاستوديو، مساء الخير لكل المشاهدين والمشاهدات الكرامات لقناة أبو ظبي الرياضية. أنا سعيد جدا كون أنني عشت هذه اللحظة الجميلة، اللحظة التي يلوم فيها المنتخب المغربي على كل المنتخبات العربية في الوصول لأول مرة إلى منصة التتويج على مستوى رياضة كرة القدم. صحيح كان اليوم هذا الأمر على حساب منتخب عربي شقيق، ولكن أنا أتصور على أن المنتخب المغربي جنى ثمار عمل في العمق، واستطاع إلى حد بعيد على أنه يتعامل مع هذه المباراة بالترتيب على أنها مباراة نهائية، وربما أنه كان أكثر من المنتخب المصري قدرة على التخلص من المترسبات السلبية التي ورثتها الهزيمة أمام المنتخب الإسباني في الدور النصف النهائي، ويقطع الطريق على المنتخب المغربي بوصول إلى المباراة النهائية بالرغم من الممكنات الفردية الكثيرة. ثم ايضا تمكن على انه يدبر الجانب البدني بذكاء كبير جدا، لانه كان يعرف حق المعرفه على ان المنتخب المصري لعب المباراتين الاخيرتين في الدور الربع النهائي امام منتخب الباراغواي، وايضا مباراته امام المنتخب الفرنسي لعب قرابه 120 دقيقه، وهذا كان يعني عباره عن استنزاف حقيقي للمخزون البدني للاعبين المصريين. يضاف الى ذلك الاصابه المبكره لسيد زيزو الذي غادر المباراه. نعرف جيدا على ان سيد زيزو عنده دور كبير جدا في تفعيل خط وسطي وهجومي المنتخب المصري. يعني اليوم لما انا تحدثنا الى المدرب المغربي طارق السكيتوي، انا شخصيا سالته ما هي يا ترى الجوانب التي تم استثمارها لتحقيق هذا الفوز العريض، لان كنا ننتظر ان تكون مباراه صعبه. ربما كنا نقول من تلقاء انفسنا على ان المنتخب المغربي مؤهل فرديا بما يملك من لاعبين مميزين، يعني يمارسون في كبريات الانديه الاوروبيه على انهم مؤهلين لتحقيق الفوز، ولكن كنا نعرف على ان المنتخب المصري يتمتع بروح الفريق بروح المجموعه، ويعوض ربما على النقص في المجال المهاري بالتماسك الجماعي. ولكن قال المدرب المغربي على انه من البدايه طلبنا من اللاعبين انه يمارسوا الضغط العالي ويحاولوا ينوعوا من اشكال الاختراق سواء جانبيا او على المستوى من وسط الملعب. وهذا اللي نجح فيه مدرب المنتخب المغربي بدر في هذه المباراة بتقديم يعني نسخة رائعة من الأداء والمستوى والسيطرة والنتيجة، لتحقيق نتيجة بكل تأكيد لجميع العرب باسم المغرب. لذلك نجدد المباركة لك وللشارع الرياضي المغربي العربي بهذا الإنجاز الذي تحقق، ونشكرك على تواجدك الدائم معنا في برنامج أولمبياد.